توريد وتصدير العملة الأجنبية موضوع هذا الموعد الجديد مع دوان بودكاست. السادة المتابعين، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد اللي باش نتناولوا فيه تفاصيل محور هام يخص جميع المسافرين بشكل مباشر، سواء كانوا تونسيين أو أجانب، المسافرين اللي تنقلوا من وإلى التراب التونسي ويحملوا معهم أموال في شكل أوراق نقدية. ترتيب العملة والصرف إذا موضوع يهم المقيمين وغير المقيمين، وهوني نحكيو على الإقامة الصرفية. باش نجاوب على جميع الأسئلة المطروحة في الديسكريبسيون وفي التريلر بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بترتيب العملة والصرف اللي تنجموا تطلعوا عليها بموقع الديوان التونسية، كما تنجموا تراجعوا لو ريكوي دو تكست دو لا ريغلمونتاسيون ديشانج المتوفر على موقع البنك المركزي التونسي. باش نبداو بالسؤال الأول: قداش عندي الحق نجيب معايا عملة أجنبية من الخارج؟ أنا مثلا مواطن تونسي نعيش بالخارج، قداش عندي الحق نجيب معايا دوفيز من برا؟ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتصريح بالعملة عند التوريد والتصدير، توريد العملة من الخارج حر. بصفتك مقيم بالخارج نجم تجيب معك أي مبلغ من العملة الأجنبية بدون أي تحديد للسقف. ما فماش حد أقصى على قيمة المبالغ الموردة، فقط يلزمك تعرف وقتاش تصرح بالعملة الأجنبية الموردة. هو التصريح بالعملة مش مطلوب في كل الحالات، لكن في 3 وضعيات أساسية يصبح إجباري ويلزم نردوا بالنا فيها. أولاً، إذا تجيب معك مبلغ من العملة الأجنبية يساوي أو يفوق ما يعادل 20,000 دينار تونسي، لازم تصرح به عند الدخول. وهون يرجى تثبت من سعر الصرف الرسمي على موقع البنك المركزي التونسي قبل ما توصلوا لتونس. مثلا إذا سعر الصرف الأورو مقابل الدينار هو 3.5، فإنه توريد مبلغ 5715 أورو تقريبا فما أكثر يستوجب التصريح. ننتقل للحالة الثانية: إذا أنت تنوي تفتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل في تونس، لازم تصرح بالمبلغ اللي جبته معك مهما كانت قيمته، لأن وثيقة التصريح بالمبلغ المورد عند الدخول هي اللي باش تكون السند القانوني اللي باش تنجم تحل به ان كونت اون دوفيز او ان دينار كونفرتيبل في تونس. ثم الحالة الأخيرة، وهوني يرجى الانتباه: إذا أنت بصفتك مقيم بالخارج وتنوي إعادة تصدير مبلغ مالي تفوق قيمته ما يعادل 5000 دينار، لازم تكون صرحت بهم عند الدخول. ناخذ مثال: إذا أنت جبت معك 5000 أورو اللي الكونتر فالور نتاعهم حسب التو تشانج اكتويل اقل من 20,000 دينار تونسي، لكن باش تخرج معك 2000 والا 3000 اورو اللي قيمتهم اكثر من 5000 دينار تونسي. في الحاله هذه لازم تكون صرحت بهم وانت داخل للتراب التونسي. وفي كل الحالات ما تنجمش تصدر معك نقدا، يعني اون بي دو بانك، مبلغ يفوق 30,000 دينار تونسي، لانه ما زاد عن ذلك يتم التصدير وجوبا عن طريق وسيط مقبول. بعد ما شفنا الحالات اللي تستوجب التصريح بالعملة، خلينا نشوفوا كيفاش يتم هذا الإجراء في التطبيق. نشاهدوا مع بعضنا الفيديو هذه من مطار تونس قرطاج بصوت العميد سلمى قلم. في لحظة وصولك لتونس، سواء كنت زائر للمرة الأولى أو عائد إلى ربوع الوطن، وإذا كنت تحمل معك مبلغ من العملة الأجنبية يستوجب التصريح، الإجراء بسيط وواضح. توجه مباشرة إلى المكتب المخصص للتصريح بالعملة الأجنبية، تلقاه واضح الإشارة وضمن منطقة المراقبة الديوانية. هنا يستقبلك عون ديوانة متخصص مهمته تسهيل العملية هذه. تقدم له جواز السفر متاعك والمبلغ اللي بحوزتك، ويقوم العون باحتسابه ويسلم لك وثيقة رسمية مرقمة تثبت قيامك بالتصريح بتوريد عملة في شكل أوراق نقدية. الوثيقة هذه تخضع لمعلوم طبع جبائي بقيمة 10 دنانير مهما كان المبلغ المصرح به. وقت اللي يوصل المسافر إلى منطقة المراقبة الديوانية، وبعد ما ياخذ أمتعته الشخصية وأغراضه، يتقدم إلى مكتب التصريح اللي هو ورانا لإتمام إجراءات التصريح بالعملة اللي بحوزته إذا المبلغ يستوجب بالطبيعة. العملية هذه ما تدومش إلا بعض الدقائق، تستوجب معلوم طابع جبائي ب10 دنانير. وأهم حاجة في هذا هو أنه أهمية التصريح قبل مغادرة منطقة المراقبة الديوانية، لأنه إذا خرج ما عادش ينجم يتصرح بالعملة اللي بحوزته. كما كنتوا تشوفوا، عملية التصريح سهلة وسريعة، وبمجرد إتمام هذا الإجراء بالمهم أن نعرفوا المدة اللي تبقى فيها وثيقة التصريح بتوريد العملة الأجنبية سرية المفعول.
صلاحية التصريح محددة ب3 أشهر من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية، وما نجم يستعمله كان في سفرة واحدة. ننتقل الآن للجزء الثاني من البودكاست هذا، واللي يهم فئة أخرى من المسافرين اللي عندهم صفة المقيم بالبلاد التونسية على معنى تراتيب الصرف، وتحديدا فيما يتعلق بالمنحة السياحية لالوكاسيون توريستيك. باش نجاوب على زوز أسئلة متداولة برشا. الأولاني يتعلق بحالة وقت اللي المسافر يروح من الفواياج ويفضل له مبلغ من العملة المسند إليه بعنوان المنحة السياحية هذه. شنو هو الإجراء اللي يلزمه يعمله في الحالة هذه باش يتفادى الوقوع في مخالفة صرفية؟ في صورة إذا المسافر ما صرفش كامل مبلغ العملة المسند إليه، إذا هو هز معه مثلا الإكيفالون بتاع 6000 دينار ولكن رجع منهم 2000 وإلى 3000 دينار، باش ينجم يعاود يستعمل الغوليكا هذاك من جديد وبعنوان سفرات أخرى، يلزمه أولا يقوم بالتصريح بالمبلغ المتبقي لدى الديوانة وقت اللي يرجع من السفر متاعه، وقبل ما يغادر نقطة المراقبة الديوانية كما كنا نشوفوا. ثانيا أنه يقوم بإرجاع المبلغ هذاك إلى وسيط بنكي في أجل أقصاه 7 أيام عمل الموالي لتاريخ العودة المسجل على الباسبور متاعه. مسألة أخيرة تهم برشا ناس في وضعية حقيقية، يقول لك مثلا أنا صرفت فلوس على أساس باش نسافر ولكن لسبب أو لآخر ما سافرتش، شنو اللي نعمل؟ وقت اللي تقوم بتصريف الدينار التونسي إلى عملة أجنبية وانت تحضر في السفر متاعك، تتحصل من الناحية القانونية على رخصة تصدير العملة في شكل أوراق نقدية أجنبية. الرخصة هذه صالحة لسفرة واحدة، وفي كل الحالات تبقى صالحة لمدة أقصاها 60 يوم. بعد انقضاء 60 يوم هذوما وإذا ما سافرتش يلزمك تعمل ريتروسيسيون دو ديفيز، معناها ترجعها وتصرفها مقابل دينار تونسي لدى وسيط بنكي في أجل أقصاه 15 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة تصدير العملة، يعني بعد 60 يوم اللي ذكرناهم. قبل ما نختم العدد هذا من دوان بودكاست، خليني نذكر المقيمين بالخارج من أبناء تونس ومن زوار تونس أيضا بالتوصيات هذه. ما تنساوش التصريح بالعملة الحالات اللي شفناها اليوم. تشاهدوا أمامكم ملخص لأهم هذه الحالات، كما تنجموا تطلعوا على أمثلة واقعية ومبسطة لعمليات توريد العملة والتصريح بها على الرابط الموجود في الديسكريبسيون. أيضا وقت اللي توردوا العملة إلى البلاد التونسية احرصوا على القيام بعملية الصرف لدى وسيط بنكي مقبول، واستحفظوا دائما على وصولات تصريف وإيداع العملة، لأن هي الوثائق الرسمية متاعكم اللي تستحقوها عند الحاجة. مع العلم أنه في إطار رقمنة الخدمات الديوانية الموجهة للمسافرين تطبيقة جديدة للتصريح بالعملة الأجنبية باش تدخل حيز الاستغلال بداية من أول شهر جوان المقبل إن شاء الله. نرجع عليها بأكثر تفاصيل في قادم اللقاءات. إذا هكا نوصل إلى ختام هذا اللقاء، نلتقي قريبا إن شاء الله في عدد جديد وموضوع جديد من دوان بودكاست. إلى اللقاء.